سألني فتى عن أهم أحلامي، فقلت: أن أموت وأحلامي تنبض بالحياة وتواجه التحدي وتنفخ روح الأمل في ضمائر البائسين واليائسين والمحبطين. أمل نحيا به حتى نموت خير من يأس يقتلنا قبل أوان الرحيل. افتح رئتيك للهواء واستقبل يومك غير آس على ما فات ولا خائف مما هو آت. اطرد الهموم، وكل الحي القيوم. الأمل الذي لا يخبو هو ذاك النور المقتبس من جدوى الإيمان، يضيء دروب الحياة حتى في الليالي السود. إن حالت ظروفي دون لقياك فالقادم أجمل، وإن فات العمل فلا يفوت الأمل. انفثوا صباح البؤس عن يساركم ثلاثة وابدأوا من جديد، فنحن نحمل ديانة السعادة، نضمر في دواخلنا يقينا يخفف عنا المصائب والأقدار، نؤمن بكل الأشياء الجميلة ونتفاءل بالقادم الأفضل. إذا رأيت عصافير السعادة ترفرف في سماء روحك فاستأنسها وتآلفها، ولا تصوب نحوها بندقية الهم لتقنع نفسك أنك كئيب وحزين، وأن السماء ليس يحلق فيها إلا طيور النحس. لا تنظر إلى الوحل تحت قدميك فقط، بل انظر إلى النجوم المتلألئة في السماء، ولا تطل الوقوف عند الأبواب المغلقة، بل غادر للأبواب المفتوحة أو المهيئة للفتح.